هاي everyone، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في خير في احسن حال، وكل سنه وانتم طيبين بمناسبه شهر رمضان، ويا رب يكون شهر كريم علينا كلنا ومستجاب فيه كل دعواتنا. فكره الفيديو النهارده هتكون عن منتجات اقل من 100 جنيه. كل من المنتجات اللي هتتقال النهارده في الفيديو هتكون اقل من 100 جنيه، وكمان المنتجات كلها دي مصريه 100%. تمام. وكمان ليه فكرة الفيديو دي انا عملتها وفكرت فيها؟ لان يعني الفترة دي والفترة اللي فاتت كان فيها غلاء اسعار جامد جدا في حاجات السكين كير والهير كير والبادي كير واي حاجة من دي. ف احنا لازم نلاقي حاجة سعرها يكون كويس وكمان الافكت بتاعها يكون كويس. يلا خلينا نبدأ بأول حاجة معانا النهاردة، وهو من ايفا لسه عاملة لاين من فترة اسمه جرو ناتشورال. هو بيفتح البشرة. المفروض اللاين ده نازل كله لتفتيح البشرة، وكمان بيخلي البشرة كده فيها نضارة كويسة. فأول حاجة تظهر قدامكم على سكرين هو السكراب من ايفا اللي هو ده المفروض اللي هو بيفتح البشرة وبيشيل أي جلد ميت على البشرة. ولكن نصيحة يعني البشرة أو الناس اللي بيكون بشرتهم معرضة للحبوب أو فيها حبوب أكتف أو حبوب مش أكتف، مش مستحب اللي هي تستخدم سكراب فيه حبيبات زي ده، لان الحبيبات ممكن يعني غصب عننا اللي احنا نشيل بيها مثلا الحبوب بطريقه غلط، او كمان تعمل حساسيه للبشره. تاني حاجه معانا بقى وهو الغسول برضو من ايفا، من نفس اللاين. في منه للبشره الجافه وفي المختلطه وفي الدهنيه، لكن هيظهر منه واحد بس قدامكم على السكرين. ده برضو كويس قوي. كمان انا اصلا بحب كل منتجات ايفا، بحبها قوي بجد، بحس اللي هي الافكت بتاعها بيبقى حلو. ولكن طبعا مش كله، في حاجات بتبقى الافكت بتاعها مش حلو قوي، كمان هنقوله النهارده في الفيديو. تالت حاجه معانا وهي الاي كريم من ايفا، اللي هي برضو نفس اللاين اللي هي هتظهر قدامكم على السكرين. ده المفروض اللي هو بيفتح الهالات وبيخلي يعني شكل تحت العين يبقى كويس، ولكن مفيش حاجة هتشيل الهالات 100% طبعا، ده كده كده. الهالات بجد، وده انا حاجة فعلا جربتها. بتقل بايه؟ بتقل زي ما كنا بنقول الهالات بتقل بايه؟ بتقل بقلة الكافيين، وكمان بتقل باللي احنا نعدل نومنا. فبجد الحاجات دي بتحسن جدا شكل بجد الهالات. وانا فعلا مجربه، يعني سيبكم من النوم، انا نومي مش معتدل خالص، ولكن انا بقول على قله القهوه والنسكافيه واي حاجه فيها كافيين، بجد ده بيقل جدا من شكل الهالات. وكمان الهالات لما تكون ليها مسبب كبير زي الوراثه مثلا، فدي مش بتتشال 100%. ولكن هي بس اي منتج اي كريم بيكون بس بيساعد اللي هو شكل العين يكون كويس. يعني طبعا لو حاجه مسببه مثلا زي ما قلت لكم نوم او كافيين او كده، ده الهالات بتقل لكن لو مسبب كبير دي مش بتقل طبعا، يعني يعني بتقل بنسبه صغيره جدا. ده هو بيحسن بس شكل الهالات. وكمان في من نفس اللاين من ايفا الداي كريم اللي هو ده كمان بيساعد على تفتيح البشرة وبيدي البشرة جلو حلو جدا. وفي كمان النايت كريم اللي هو ده برضو من نفس اللاين، ده برضو بيساعد على البشرة اللي هي تفتح، وان هو يشيل اي حاجة مغمقة من البشرة بسبب مثلا شمس، بسبب اي حاجة من دي. فهو بيساعد على ان البشرة ترجع تاني لدرجة لونها. في برضو من ايفا صابونة الجليسرين اللي هي دي المفروض اللي هي للبشرة الجافة. في برضو للبشرة الدهنية والمختلطة اللي هي دي بس عشان هي بالليمون. انا الصراحة مش حباها مثلا لموضوع حد يكون عنده حبوب اكتف وكده. فطبعا الليمون زي ما انتوا عارفين ده يعني ضرر كبير جدا على البشرة. لو حطيناه سواء ليمون اللي هو حقيقي او حاجة فيها ليمون، ممكن في ناس بتتحسس من الليمون جدا جدا. انا صراحة مبحبش استخدم حاجة ابدا فيها ليمون، يعني بحس اللي هي يعني بتحسس البشرة، فانا مبحبهاش صراحة. وكمان زي ما قلت لكم البشرة الدهنية اللي بتكون معرضة للحبوب او المختلطة للمعرضة للحبوب، او عموما بشرة جافة او فيها حبوب، فده مش بحب صراحة الليمون على البشرة. اخر حاجة معانا من ايفا النهاردة وهو الغسول ده من هو ايفا بي وايت. ده الصراحة انا مش حباه قوي. هو مفروض للبشرة العادية، وانا بشرتي جافة. هو صراحة انا من اول ما جبته وهو منشف لي وشي جدا. هو بس يعني مفروض اللي هو غسول للتفتيح،
لان هو فيه عرق سوس وترمس، وطبعا الاتنين دول بيساعدوا جدا على التفتيح. هو فعلا الميزة الوحيدة اللي فيه اللي هو فعلا فتح يعني وشي بنسبة صغيرة، ولكن هو يعني بينشف وشي جدا بجد. يعني من بعده لازم يوشي يكون مقشر، يعني بالذات المنطقة دي كده، ومن منطقة المناخير كمان بتكون مقشرة جدا. ولكن هو يعني الافكت بتاعه حلو بس في التفتيح وبينظف الوش. طبعا. بقى ندخل على يعني شركة تانية، وهي من ستارفل. ستارفل الصراحة بكل منتجاتها أنا بحبها جدا بجد. فأول حاجة يعني هنقولها هي الصابونة التفتيح بتاعت ستارفل دي. الإفكت بتاعها بجد تحفة، حلوة قوي قوي بجد. الإفكت بتاعها بيتفتح البشرة، بتنظف البشرة بجد، ومش بتنشف البشرة خالص. هي بجد حلوة جدا جدا بجد، الإفكت بتاعها تحفة. أنا جربتها يعني كتير قوي، فهي بجد حلوة جدا. في كمان الصابونة بتاعت الحبوب اللي هي دي برضو، دي بتساعد على الحبوب، بتحسن برضو من شكل البشرة لو فيها حبوب. في كمان كريم التفتيح من ستارفل اللي هو ده بقى طبعا الافكت بتاعه انا فعلا مهما اقول عليه هو تحفة بجد، حلو جدا بجد. الكريم بتاع ستارفل ده تحفة، الافكت بتاعه حلو جدا. يعني انا فعلا جربته اكتر من مرة، والافكت بتاعه فعلا تحفة تحفة بجد. يعني انا ارشحه لكم 100% انكم تجيبوه. ده بس للبشرة الجافة والبشرة العادية. في كريم تفتيح بس هو جل يعني، مش كريم. ده اللي هو من ستارفل برضو، ده للبشرة الدهنية والبشرة المختلطة. سواء ده او ده، الكريم او الجل ما يتنزلش بيه برضو في الشمس، ما يتنزلش بيه الصبح خالص يعني، عشان الافكت بتاع الشمس ما بيكونش حلو عليه خالص. في برضو من ايفا الغسول ده، الغسول بتاع الحبوب، هو حلو جدا. برضو بيشيل الحبوب اللي تحت الجلد، يعني بيطلعها على الوش، وبيحسن من شكل البشرة المعرضة للحبوب. في برضو من ستارفل الميسر الووتر اللي هي دي، في منها حجمين، الحجم 100 ملي والحجم 200 ملي، ده بسعر وده بسعر. وبرضو غسول الحبوب في برضو حجمين، ده برضو بسعر وده بسعر. كل حاجة هتكتب على السكرين عشان محدش يتلخبط في حاجة. بعد كده بقى ندخل على الشيت ماسك بتاع ستارفل. الشيت ماسك بتاع ستارفل ده هو بالفيتامين سي، فهو برضو هتلاقوه فعلا حلو جدا، هتلاقوه فتح البشرة. انا الصراحة مش من محبين اصلا الشيت ماسك خالص، يعني بحسه هو الايفكت بتاعه مش واو قوي سواء اي حاجة، ولكن برضو مفيهاش حاجة لما نجرب. يعني في ناس برضو بتحب الشيت ماسك وبتحس ان هو بيجيب معاها نتيجة، فده للفيتامين سي للتفتيح. وبرضو لو بشرة فيها حبوب بلاش تستخدم ده. خلينا بقى في اخر حاجة هنختم بيها، هو الغسول من بوبانا اللي هو ده فيه منه سايز كبير وفيه برضو سايز صغير، هو ده تمام. ده برضو المفروض ان هو يكون للتفتيح. الافكت بتاعه بقى ايه بقى؟ هو فعلا حلو، يعني الافكت بتاعه للتفتيح حلو، بحس اللي هو بجد بينظف البشرة جدا. كمان القوام بتاعه خفيف. هو برضو بتاع ايفا ان انا لسه مغيركم، بحس ان هو قوامه فعلا خفيف جدا. يعني بصوا قوامه خفيف جدا خالص، بصوا حلو. وكمان بيدي جلو للبشرة، وبجد بيحسن مظهر البشرة جدا. مش بينشف وشي زي ايفا، يعني ده احلى من ايفا في التفتيح وكمان بيفتح البشرة وحلو جدا. فانا برضو ارشح لكم ان انتوا تستخدموه. وبكده يكون فكرة الفيديو خلصت خلاص، والفيديو بتاعنا خلص. ويا رب يكون الفيديو عجبكم، وان انتوا تكونوا فعلا انتفعتوا بفكرة الفيديو. وطبعا الفيديو ده ليه بارت 2 لان في حاجات كتير برضو احنا لسه مقلناهوش. وكمان كل سنة وانتم طيبين تاني بمناسبة شهر رمضان. ويا رب يكون كده شهر حلو علينا كلنا، واستغلوا فعلا شهر رمضان ده انكم تقربوا من ربنا اكتر، وان شاء الله كل دعواتنا تكون مستجابة. وكل سنة وانتم طيبين، اشوفكم الفيديو الجاي. باي.